هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ واخيرا رجعنا نصور فيديوهات تاني. الفيديو ده هيكون طويل شويه، بس انا قعدت على الارض علشان اكون بتكلم براحتي. النهارده هقول لكم على 10 حاجات لازم تكونوا عارفينها قبل ما تتموا ال20 سنه، او لو انتوا في ال20 برضو او في العشرينات عموما لازم تكونوا عارفين ال10 حاجات دول عشان هيساعدوكوا جدا جدا في حياتكم. الحاجات دي ممكن تكوني عارفاها بس مش واخده بالك منها ومش مركزه خالص فيها. لو انتي مش عارفاها او مش حطاها في دماغك، انا متاكده ان الفيديو ده هيغير تفكيرك وهيغير حياتك 180 درجه. انا كاتبه كل حاجه هنا علشان منساش وعلشان الفيديو يكون مترتب. هو هيكون طويل شويه علشان هحكي بجد كل حاجه واحده واحده كده علشان نكون عارفين هنعمل ايه. اول حاجه ودي اهم حاجه انا بشوفها من وجهة نظري في الحياة عموما، وهتساعدك كتير جدا دلوقتي وفي المستقبل، وبجد هتندمي لو انت ما عملتهاش، ان انت تحوشي فلوس. لازم تبدأي من دلوقتي، سواء انت من اول 15 سنة 16 سنة، من وانت صغيرة تبدأي تحوشي فلوس. حتى مثلا لو في الشهر 500 جنيه 400 جنيه 1000 جنيه في الشهر، لو انت حوشتي وانت مستمرة على كده كذا شهر، انت بجد يعني خلاص كده انت امنتي نفسك ان انت ممكن لو اتحطيتي في ظرف معين تعرفي تتصرفي، لو احتجتي فلوس في حاجة معينة تعرفي تدفعيها، لو لا قدر الله حصل اي حاجة يكون معاكي مبلغ على جنب هيساعدك بقى ان انت تشتري حاجة انت عايزاها غالية، ان انت تتحطي في مشكلة وعايزة فلوس، او تحتاجي حاجة عموما. المهم ان يكون في مبلغ على جنب. لو انت بقى كبيرة شوية مثلا 25 او في ال20 عموما، لو بقى بتشتغلي او كده، فانت المبلغ ده ممكن تجمعي مبلغ كويس تجيبي بيه دهب او يعني جرامات، حاجات بسيطة. المهم ان فلوسك تكون متعانة في حاجة علشان ما تصرفيهاش، ما تكونش قدامك وتصرفيها للايام وللزمن، لان الزمن اللي احنا فيه ده كل حاجه بقت غاليه واحنا اولوياتنا برضو بتتغير. يعني انا دلوقتي عايزه اشتري حاجه بكره مش هبقى محتاجاها. تاني حاجه لازم تعرفيها ودي انت مش واخده بالك منها، ان احنا خلاص يعني احنا طلعنا من مرحله ثانوي دخلنا جامعه. لازم تكوني عارفه ان الصداقه مش بالسنين، الصداقه بالمواقف وبالنيه. وصاحبتك دي مش عشان بقالها سنة معاكي بقالها سنتين معاكي، هي ممكن تكون خبيثة اصلا من جواها وتكون مش بتحبك بس بتبين لك ده، ممكن تكون بتغير منك او بتتكلم عليكي. الصداقة اللي بجد بتكون في المواقف. فانتي ما تستعجليش لو انتي لسه طالعة من فترة ثانوي زي ما قلت، ما تستعجليش ان انتي بقى يلا عايزة صاحب يلا مش عارفة ايه في الجامعة والحاجات دي، لأ. حتى لو هتفضلي في اولى جامعة دي من غير ولا صاحبة، دي حاجة بالنسبة لك مريحة جدا وكويسة. فما تستعجليش ان انت تختاري صديقة ليكي تكون مش كويسة. تالت حاجة وهي التعليم. التعليم ده مش بس بيكون في المدرسة والجامعة والحاجات دي، التعليم ان انت ممكن تتعلمي من كتب، تتعلمي من ناس، تتعلمي من تجارب، تتعلمي من حاجات كتيرة قوي. يعني انت ممكن تطوري من نفسك، يعني تتعلمي لغة جديدة. انت ممكن لو بتحبي مثلا تقرأي او كده، اقرأي كتب انجليش مثلا لو انت عايزة تتعلمي الانجليش. ممكن تجربة مريتي بيها تعلمك حاجات كتيرة جدا. ممكن شخص بعد عنك يفوقك ويعلمك ان انت مثلا ما تديش الامان لحد بسرعة، ان انت ما تثقيش في حد بسرعة، ما تديش لحد اسرارك. حاجات كتيرة جدا ممكن تتعلميها في حياتك. رابع حاجة ودي مهمة جدا بالنسبة لك، هتفيدك بعدين، ممكن كمان تجيبلك فلوس، ان انت تكتشفي هوايتك. انت بتحبي الرسم، بتحبي الغنى، بتحبي التمثيل، بتحبي الهاند ميد، الحاجات الهاند ميد، بتحبي تعملي ايه؟ اكتشفي هوايتك من دلوقتي. يعني كل واحد فينا ممكن يكون جواه حاجة هو مش عارف ان هو شاطر فيها، بس لما يجرب هيعرف. لما تكتشفي انت عايزة ايه ممكن تطوري منها، ممكن تستغلي ده في ان انت تشتغلي فعلا في الحاجة دي.
خامس حاجة واللي هي ان انتي تنظمي وقتك. الروتين مش وحش ابدا، ان انتي تصحي تقولي انا هفطر كذا، انا هذاكر كذا، انا عندي مشوار كذا الساعة كذا، انا هرجع هنام من كذا لكذا. حاجات كتيرة جدا في يومك ممكن تكتبيها. ممكن اول ما تصحي الصبح تبدأي تكتبي انا هعمل ايه النهاردة، انا النهاردة هصرف كذا، انا هعمل هسوي. الحاجات دي كلها هتساعدك في ان انت تنظمي وقتك، وكمان يكون عندك وقت لنفسك، يكون عندك وقت فاضي، يعني يكون عندك تنظيم لحياتك، ما تكونيش متوترة وما تكونيش مش عارفة انا عايشة ليه، مش عارفة انا هعمل ايه. لا، الروتين اعملي نفسك روتين، عشان صدقيني بجد هيفرق معاكي جدا في حياتك وهتنجزي حاجات كتير. سادس حاجة واللي هي ان انتي تبدأي دلوقتي. مش لازم خالص تحسي ان انتي جاهزة علشان تبدأي. دايما في فرصة ان انتي تبدأي من جديد، حتى لو من الصفر. لو انتي عايزة تبدأي في شغل، لو انتي عايزة تبدأي في ان تفتحي مشروع، لو عايزة تبدأي في قناة يوتيوب، عايزة تبدأي في اي حاجة، ابدأيها من دلوقتي. تمام؟ مفيش حاجة اسمها انا فشلت فمش هكمل، لا، هتكملي وهتبدأي تاني مرة واتنين وعشرة. تمام؟ لان دي حاجة انتي في السن ده، لان انتي في السن ده مينفعش شغفك يروح، مينفعش تفقدي الامل، انتي لسه في عز شبابك، فلازم تبدأي من دلوقتي وتعملي كل الحاجات اللي انتي بتحبيها. سابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا هتساعدك اوي في حياتك، ان انتي تعملي اهداف تعرفي تحققيها. يعني ما تقوليش مثلا انا هشتري بيت السنة الجاية وانتي اصلا ما بتشتغليش، فخليكي واقعية شوية واعملي اهداف بسيطة. تمام؟ فركزي على اهدافك بس واحدة واحدة، حتى لو الهدف بسيط وحتى لو هتوصلي له بعد فترة بعيدة، على الاقل ان انتي ماشية في الطريق وبتكملي وبتحاولي وبتقعي وبتقومي وبتكملي علشان توصلي للهدف ده. تامن حاجة ودي اهم حاجة في الموضوع كله، ان انتي تبعدي عن المقارنات. تمام؟ ما تسمحيش لحد ان هو يقارنك بغيرك. بدل ما تقولي انا فاشلة، قولي انا محتاجة اتعلم اكتر. يعني خلي ان انت بتقولي، يعني قولي نفسك كلام ايجابي، ما تحبطيش نفسك وما تقارنيش نفسك بدي عملت ايه ودي عملت ايه ودي عملت ايه. تمام؟ فخليكي في نفسك وقارني نفسك بنفسك. مثلا السنه اللي فاتت قولي ايوه انا اتطورت في كذا، ايوه ده انا لسه ما عملتش دي فانا هعملها السنه الجديده. الحاجات دي كلها مهمه جدا. تاسع حاجه، سجلي تقدمك. ازاي؟ ان انتي تكتبي انجازاتك اللي انت عملتيها، حتى لو الانجاز ده بسيط خالص اكتبيه. قولي مثلا ده انا خدت شهادة في اليوم كذا من المدرس كذا. قولي ده انا النهاردة عملت مكرونة بشاميل وانا اول مرة اعمل مكرونة بشاميل. اكتبي اي انجاز في حياتك حتى لو قد كده، بجد هتحسي ان انتي لا، ده انا عملت حاجات كتير قوي في حياتي حلوة واول مرة اعملها. عاشر حاجة ودي مهمة برضو، كل حاجة مهمة في الفيديو ده، ان انتي ما تسمحيش لحد ان هو يقلل من طموحك. ما تسمحيش لأي مخلوق في الدنيا ان هو يقلل من طموحك او يقلل من اهدافك. انتي مثلا عايزة تشتري ساعة والساعة دي مهمة جدا بالنسبة لك. انا عاوزة ساعة فلانية بسعر كذا. وحد يقولك ايه ده، هو انت اخرك عايزة ساعة؟ يعني انت خلاص هدفك في الحياة عايزة ساعة؟ عايزة ساعة. ما تسمحيش لحد ابدا مهما كان هو مين ان هو يقلل من طموحك او يقلل من انت عايزة توصلي لايه، او يقولك كلمة تحبطك. ابعدي عن الناس دي خالص، ما تخليهمش اصلا في حياتك، لان هما هيعملولك ازمة وهيعملولك احباط وهيعملولك حالة نفسية بجد انت في غنى عنها. وافتكري دايما ان انت مش مهمة هتوصلي لفين، اهم حاجة ان انت تبقي فخورة بنفسك ان انت ماشية في الطريق ومكملة وعاوزة توصلي لاهدافك وطموحك وعايزة تحققي حاجات في حياتك. يعني انا عاوزة اديلكم مثال، ان انا اول ما بدأت يوتيوب
طبعا انتوا عارفين بقى كلام الناس، وان ايه يعني مش هتجيبي اصلا 1000 مشترك، مش هتجيبي مش عارفه ايه، انتي هدفك حاجه خايبه وحاجه تافهه. انا حاليا الحمد لله وصلت 3000 مشترك، وانا كان نفسي ان انا اوصلها. كنت منزله لكم فيديو تقريبا من اسبوعين او اكتر شويه، وقلت لكم عايزه اوصل 3000، كان لسه لي تقريبا 150 مشترك، ووصلت 3000. والناس اللي كانت بتقول لي انتي مش هتعرفي وانتي مش عارفه ايه، دلوقتي بيقولوا لي برافو، بيقولوا لي كملي، وبيقولوا لي هتوصلي ومش عارفه ايه. فمحدش هيقف جنبك وانتي واقعه، الكل هيسالك انتي نجحتي ازاي، مش هيقفوا جنبك وانتي بتقعي. تمام؟ فانتي اقفي على رجلك وكملي وشوفي انت عايزه ايه وعايزه توصلي لايه، وهتلاقي كل الناس بتلف حواليكي وبتقولك احكي لنا وقولي لنا انت وصلتي لده ازاي. فبس كده، ده كان فيديو النهارده، ودي كانت كل حاجه عايزه اقولها لكم بجد. الحاجات دي مهمه جدا، وانا يعني اتمنى ان في حد في حياتي يكون بيقول الحاجات دي وبيشجعني، وان انا اوصل لحاجات بحبها، وان انا اعمل حاجات حلوه في حياتي، وان انا اطور من نفسي اكتر. فبس كده، لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو ده، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. واستنوا مني فيديوهات كتيره قوي حلوه، علشان خلاص كده هرجع بقى انزل فيديوهات تاني طويله. انا بنزل فيديو شورت تقريبا كل يومين 3، فما تنسوش اهم حاجه تفعلوا الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل يوصل لكم على طول. وبس، بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.